هلا حبايبي، صباح الخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اليوم رجعت لكم بروتين وفلوق جديد ورا ولادتي. طبعا أنا ببيت أهلي. طبعا راح أبدأ أعزل الاستقبال. دايما قعدت الصبح بعد ما نظفت وكملت راح أبدأ أكنس البيت مثل ما تشوفون، أروح أسوي ريوق لبين ما تجي أمي من السوق وقبل لا يقعد البيبي. هنا بعد ما كملت نظفت ورتبت راح أبدأ أسوي ريوق. بالبداية راح أبدأ أسوي شاي، راح أبدأ أخدر شاي مهين. بعدين راح أبدأ أفرغ الراشي أو الطحينية واللبن وأبدأ أقلي البيض. وهنا أمي جت من السوق، أنا بدأ أسوي الريوق. هنا كملت عندي الريوق، وسهمنا وسهمكم العافية حبايبي. وهذا كان ريوقنا لليوم. بعدين راح أبدأ أعزل البيت، أكمل تعزيل وأبدأ أغسل المواعين وياكم بعد ما كملنا الريوق. وهنا بعد ما غسلت المواعين راح أبدأ أصفطهم. وبعدين راح أبدأ أسوي الغدا اليوم قررت أسوي صاج دجاج طعمه كلش طيب وسهل وسريع. طبعا لا تنسون تكتبولي أفكار طبخات تحبون أسوي لكم إياها، طبخات سريعة أو اقتصادية. اكتبولي بالتعليقات إذا تحبون أسوي لكم هاي النوعيات من الفيديوهات. هنا راح أبدأ أقلي الفنجر، وبعد ما يتقلى عندي راح أبدأ أضيف صدر دجاج عليه حبة بصل وفصين ثوم، راح أبدأ أقليهم سوا. بعدين راح أبدأ أسوي، بعد ما تحمص عندي راح أبدأ أضيف عليه البهارات والتوابل المطلوبة. راح أبدأ أضيف عليه شوية دبس رمان ومعلقة من اللبن، وراح أبدأ أضيف عليه راشي، أو إذا تحبون تضيفون أنتو أي شي تحبوه. راح أبدأ أضيف الماجي وشوية شطة، بهارات شاورما وزنجبيل. طبعا الزنجبيل راح ينطي الدجاج طعم كلش طيب. وهنا كملت عندي راح أبدي ألفها. طبعا خلي مايونيز وكاتشب سوا، وإذا تحبون تضيفون واحد منهم براحتكم. طعمها طبعا طلع كلش طيب، وأتمنى منكم تجربوها. طبعا لا تنسون تتابعوني على التيك توك على حسابي آية بيوتي. وهنا كملت عندي راح أبدأ أكبسهم بالكابسة الكهربائية، أو إذا تحبون تكبسوهم بالطاوة براحتكم. وهنا قطعتهم بهذا الشكل مثل ما تشوفون. طبعا طعمها كلش طيب وكلش سهلة وسريعة وما تاخذ منكم شي. وهنا راح أبدأ أنيم البيبي وقرب فيديوهنا انتهى. طبعا لا تنسوا تخلوا لايك وتشتركون بالقناة وتشاركون الفيديو وتخلون عائلتنا تكبر. مع السلامة حبايب قلبي.